فقرتنا معانا اكتر من فقره مميزه جدا. هيكون معانا الشيف هند السيد هتقدم لنا اجمل الاطباق، وهيكون معانا كمان فقره رائعه عن الخياميه. انتظرونا بعد هذا الفصل. وفي اول فقراتنا النهارده هيكون معانا الشيف هند السيد، واللي هتعمل لنا اجمل الاكلات اللي هتجمعنا كلنا على سفره رمضان النهارده. يا ترى هتقدم لنا ايه النهارده يا شيف هند؟ اولا وحشتينا، وكل سنه وانت طيبه. رمضان بيجري، عمال بيجري بسرعه جدا. اتعودت ابقى معاك اهو في رمضان. ايوه بالظبط. طبعا النهارده قلت لنا هتقدم لنا اطباق مميزه جدا. حاجات خفيفيه كده، خفيف. هنقدم ايه؟ هنعمل رز معمر خفيف. الله. وهنعمل كوسه محشيه باللحمه المفرومه. الله. وهنعمل كنافه، صينيه كنافه نختم بقى رمضان. الله. ماشي. طبعا الكنافه طبعا من اهم الاكلات والذهم في رمضان. وعندي بقى مثلا ايه، باقي امبارح عندي مثلا باقي حتتين بانيه ولا حاجه نقليهم. شويه حته جلاش كده، ممكن نعمل كده يعني، فاهمه؟ هنعمل النهارده مجموعه كبيره جدا من الاكلات. انتظرونا. هنبتدي مع ايه؟ باول حاجه ان هنبتدي نعملها. اول حاجه هنعمل، انت بداتي بالفعل. انا سايبه حتى الكوسه تتشوح على النار. يعني احنا الاول بنقشر الكوسه، لازم تتشوح، نجيبها ونشوحها على النار شويه. طبعا بعد ما بنكون قورناها. كوسه او بطاطس ما ينفعش تتحشي الا لما تبقى كده تتشوح شويه على النار. لازم. اوكي. زيت مش سمن. تمام. هنبتدي بقى الرز. انا معايا بقى ايه، نص كوبايه رز. تمام. ماشي. عليها كوبايه لبن، كوبايه شوربه. نص كوبايه لبن، نص كوبايه رز عليها كوبايه لبن، كوبايه شوربه. وكوبايه شوربه. لازم لبن وشوربه. تمام. هنزل بيهم على سخن ولا ساقع؟ لا سخن. يعني هكون مسخنه اللبن. طبعا. هيكون عندي كوبايه لبن لكل نص كوبايه رز. كوبايه لبن، كوبايه شوربه. وكوبايه شوربه. ماشي. هحط ملح. بسخنهم. ملح. ايوه. تمام. وسنه بصي شعر الفلفل بسيط قوي. اوكي، عشان ما يسودوش. ماشي. هعمل. طب الرز المعمر مش هتحطي معاه بقى فراخ، لحمه، اي حاجه؟ لا انا عاملاه ساده. عايزه ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي بط، صدر بط، ممكن تحطي حمام، لحمه بس الحاجه تتحط مستويه. مفيش حاجه، ما ينفعش حاجه تتحط على الرز المعمر نيه، لازم تبقى مستويه. اي حاجه انت عايزاها. اوكي. يبقى احنا قلنا الرز المعمر ممكن لو انا هحط له فراخ او لحمه او حمام بط، اي حاجه انا حابه. بس لو بط يبقى بحطها له مستويه. البط مخلي اكيد طبعا. لكن الحمام اوكي عادي بعظم، والفراخ مخليه. تمام. اوكي. تمام. هننزل بايه بقى؟ هننزل بزبده، معلقه زبده. وهننزل بايه بقى؟ قشطه. طبعا الرز المعمر يبقى لازم القشطه. تمام. يبقى انا كان عندي اللبن بيغلي مغلي، اللبن مغلي. على اللبن هو مغلي بحط الزبده وبحط الملح والفلفل، بحط القشطه وابتدي ادخلهم على الفرن. على الفرن. على ما انت تدخليها الفرن هنشوح بقى ايه. هنكون لسه عندنا الكوسه بتاعتنا او البطاطس. احنا قلنا لو كوسه او بطاطس عايزين نعملها محشيه باللحمه المفرومه، احنا بنشوحها شويه مع شويه زيت كده على النار، بتبقى كده باللون ده قبل ما نبتدي نحشيها ونحطها. تالي كده حلو قوي كده اتشوحت. تمام. هنطلعها بقى في طبق، وهكون محضره بقى اللحمه بتاعتي المعصجه زي ما اتفقنا. احنا اللحمه العصاجه دي حتى انت ممكن تبقي عامله كميات وشايلاها في الفريزر، وشايلاها في الفريزر بحيث ان انت تيجي على طول تطلعيها. ممكن حتى تفكيها على النار على طول. لا 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 لا، ما تفكهاش على النار. بتحطيها لازم تحطيها بتفك بره. يعني انت بتبقي عارفه. انا لما اكون مستعجله لا بفكها على النار. يعني ممكن ازودها شويه ميه وافكها على النار. لا هتزفر منك والله. انت بصي، انت بتبقي عارفه ان انت هتعملي الحاجه، تبقي انت يا اما محضراها من الصبح او من بالليل. ماشي. تمام. يبقى انا هبقى عامله كميه عندي واطلعها من بالليل واجهزها مع بقيه الحاجات عشان لما اجي احشي على طول. تمام. هناخدها بقى كده. ماشي. ايه، ما نرص على طول في الصينيه اللي احنا هنحطها فيها. دي هحطها فيها. تمام. اوكي. بس هي سخنه ونسيبها تبرد. طيب نسيبها تبرد ونعمل حاجه ثانيه. نسيبها تبرد بس عشان ايه، نعرف نمسكها. اوكي. هتشيل دي دلوقتي. اوكي. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الكنافه قبل دي ما تبرد بس. لغايه ما الكوسه تبرد معانا شويه بس عشان نعرف نحشيها. تعالى نعمل الكنافه. نحط قبل الكنافه نحط الكريمه على النار.
طيب الكريمه هنعملها ازاي؟ بصي، لبن وشوربه وكريمه. دي كريمه تمام. جاهزه. اوكي. تمام. كريمه فراخ او ممكن كريمه مشروم. مش عايزه تجيبيها جاهزه، هتجيبي معلقتين دقيق مع مكعب مرق. اوكي. والشوربه واللبن وتدوبيهم على النار وتشتغلي. عندك قطعه فراخ حطي، عندك مشروم حطي. تمام. اوكي. يبقى انا يا اما بجيب كريمه جاهزه، يا اه. اما بحمر الدقيق زي ما بعمل بشاميل العادي، لكن بالظبط. هنا بزوده بقى اللبن وبزوده لو عندي بتاع ده مرقه دجاج دجاج، بقى او اي مرقه عندي في البيت، ببتدي ازود. يبقى انا تمام. كده مش محتاجه ان انا اجيب الكريم. لا انت بقى ايه؟ اوكي كده تمام. عايزين نعمل ايه في بقى؟ ناس بتحب تحط بدل البشاميل زبادي ولبن بس على الوش، ممكن. وبرده ده بصي، بيديها طعم جميل جدا. جدا، وبتبقى خفيفه وخصوصا في شهر رمضان. تمام. بقى كده هنسيبها بقى مع نفسها، كل شويه نقلبها. ماشي. تمام. نعمل بقى سيبيها لي الكنافه انا، ممكن بسرعه. اقلبها لك انا ماشي، نعمل كل الكنافة. شويه. بصي، هنجيب نص كيلو كنافه. مم. ماشي. هنحط عليها ايه؟ سكر بودره. تمام. يبقى احنا جبنا الكنافه وزي حطينا ما قلنا عليها سكر بنحطها في بودرة. الفريزر شويه، عليها سكر بودره. ونطلعها نقطعها ونحط عليها عليها سكر سكر بودره بودره. زي احنا ما قلنا. دي بقى ممكن ما تحطهاش في الفريزر ممكن انا اقطعها على طول من عادي. غير يعني ممكن تجيبيها تعمليها على طول. مش لازم اوكي؟ تبقى صغيره لا 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 قوي لا يعني. لا لا. تمام. دي احنا بنعمل الكنافه العاديه اللي الناس بتعملها كل يوم في رمضان. تمام. اوكي. نحط حبه على سمنه. فكره كمان احنا ممكن الكنافه هنا ممكن احنا نعملها بالمانجا، نعملها ممكن بالفراوله، بالفراوله، نعملها بصوصات مختلفه. بالظبط. بالشوكليت. بس انا بعمل اي الحاجه حاجه احنا بنوتيلا. بس كل دي ده حاجات كنافه احنا رمضان. اللي انا بعملها دي كنافه كنافه رمضان. رمضان بقى العاديه خالص، العاديه اللي احنا كلنا بنحبها. تمام. مهما بقى تحطي بقى شوكليت، تحطي فراوله، تحطي لا، دي اللي هي بتتلف في رمضان. تمام. ماشي. هنجيب دي كده وهنعمل الكنافه نقلبها. طبعا المفروض اللي احنا ايه؟ حطينا الكنافه وحطينا عليها سكر المفروض بودره طبعا والزبده، ونقعد الزبده نقلبهم طبعا، مع بس بعض. برضو سيحتها برضو جمدت تاني. طبعا عشان كل مساحه الجو ساقع. اوكي. نعمل كده نقلبها. ماشي. تمام. تمام. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا. نحط شويه زيت فيها. اوكي. نجيب الصينيه او الكنافه هننزل بيها. طبعا الكنافه طبعا هي الزبده ساحت قلبناها كويس جدا في بس الزبده جميل، بس هتسيح معانا فين؟ في الفرن. في الفرن. تمام. الكنافه بقى ليها شربات، صح؟ اكيد. الشربات بتاعها بقى ايه؟ في 3 انواع من الشربات. شربات خفيف، شربات وسط، وشربات تقيل. الكنافه بقى بتاخد الوسط. الكنافه بتاخد الوسط. ايه هو بقى الوسط؟ البسبوسه بتاخد خفيف. التقيل اللي هي الزيوت اللي انت بتقليه، اللي هي بلح بلح الشام، الشام، الزلابيه، كل الحاجات دي. تمام. طيب قولي لنا بقى الثلاث. هقول لك الثلاثه. انا اقول مثلا الخفيف كوبايه سكر معاها كوبايه ميه. تمام. ده كده الخفيف اللي ده هو بتاع الخفيف. ده بتاع وغلوه. البسبوسه. وغلوه من 5 دقايق ل7 دقايق. وبعد ما خلاص كده بيغلي، تروحي عصره نص ليمونه وتسيبيه يغلي غلوه واحده. على البسبوسه. ده بتاع البسبوسه. البسبوسه انا بخاف احط عليه ليمون عشان يعني ساعات بيديها الطعم شويه بتاع الليمون، مش مستحب قوي لا بالنسبه لا لا للبسبوسه الليمون. مش عايزه تحطي ليمون؟ اوكي، حطي فانيليا، حطي اللي انت عايزاه. بس هو الشربات معروف وبتاع البسبوسه بتحطي له ليمون عادي. عادي جدا. انت لو عايزه نكهات هتحطي النكهه اللي انت عايزاها، لكن هو اساسه ميه وسكر وليمون. ماشي. تمام. ده اللي ايه الخفيف. هو اعرفه الليمون بينشف البسبوسه شويه، بس لا 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 ممكن نحط شويه ليمون بسيطه ونحط معاها الفانيليا. عايزه احنا عملنا دلوقتي الكنافه. احنا قلنا الكنافه بقى هنعملها بشربات اتقل شويه، اللي هو الوسط، اللي هو كوبايه ونص على كوبايه. لا، كوبايتين. ثانيه واحده بس ندوق دي كده. تمام. ونجيب دي كده. كوبايتين سكر مع كوبايه ميه. الوسط احنا قلنا الخفيف كوبايه وسط سكر وكوبايه. ماشي. الوسط كوبايتين سكر مع كوبايه ميه. تمام.
تغلي التقيل. كام بقى؟ مم. معاكي من 10 دقايق ل 12 دقيقه. تمام. الوقت الغليه هو اللي بيخلي لك الحاجه أتقل تتقل شوية أو مش تمام. الحجم. مم. انت حتى لو الخفيف سبتيه يغلي نص ساعه هتبصي تلاقيه بقى تقيل. بس أكيد. تكثف بقى حبه قد ايه؟ قد كده. صغير. ماشي. التقيل بقى 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه، برضه نفس عصره الليمون، بس بيقعد معاكي ربع ساعه. اسيبه على النار بقى ربع ساعه. ربع ساعه بس. تمام. لكن الكنافه طبعا شربات الوسط، ولازم يطلع البسبوسه كنافه سخنه، سوري البسبوسه سخنه، الشربات سخن. الشربات سخن. سخن. وممكن بقى كمان بعد ما احط الشربات احطها في الفرن بعد ما اطفيه دقيقتين 3 دي بقى براحتك. الحاجات اه، التكنيكات دي لا، بتبقى كل واحد بالظبط. على حسب اللي هو انت ممكن تحطيها غيرك ما يحطش عادي. بالظبط. تمام. الوسط اللي هو الكنافه والجلاش، لازم الكنافه تبقى سخنه او الجلاش سخن، والشربات الشربات بارد او العكس. واحد فيهم بيبقى لازم بارد. واحد فيهم يكون بارد. تمام. بس كده. تمام. طيب نيجي بقى للكوسه المحشيه. الكوسه المحشيه. الكوسه المحشيه احنا قلنا غسلتها حلو. اهم حاجه انك لازم اللي يبقى فيها رمله تغسليها حلو. وبعدين في بقى ايه، على الاحجام زي ما انت عايزه، تخينه رفيعه. تمام. حسب ما انت بتحبيها. بس انا بحبها مليانه. هي طبعا ما بحبش بتبقى الرفيعة محتاجه قوي. المليانه شويه. ما بحبش الرفيعه قوي عشان حتى اعرف اقورها، اعرف احط فيها، بيبقى فيها كميه اللب اللي جوه اللي فيها. بالظبط. يعني كمان الحشوه بتاعتها هنا تبقى ليها طعم جوه. طبعا. اصل الرفيعه هتاخد حاجه بسيطه. بالظبط. ماشي. وشوحتها. ابتدي بقى احط فيها احط العصاج. فيها العصاج. تمام. بقى العصاج احنا هنا العصاج عاملينه من غير اي اضافات. العصاج بس عادي بتاعنا عادي، لحمه مفرومه عاديه. والطماطم بس هنا احنا والطماطم. مزودين لها الطماطم. طماطم تمام. ماشي كده. لان ساعات طبعا في انواع من العصاج احنا بنحطها من غير الطماطم، زي اللي احنا بنحطه للجلاش مثلا، ما بنحطلوش طماطم او مش مستحب. لا هي مش مساله مستحبه. مم. المساله انت بتحبي ايه. يعني أوكي. انا بحب لازم العصاج عندي يبقى فيه العصاج طماطم. يبقى فيه طماطم في كل الاحوال. ليه بقى؟ الطماطم بتشيل لك زفاره. الطماطم حتى لما بتيجي تسلقي لحمه او فراخ لازم تحط طماطم. الطماطم بتشيل الزفاره وبتدي في نفس الوقت تسكيره حلوه. تمام. تمام. هنحط كده ونحشي الكوسه. ممكن اعملها قوارب، ارسمها بالطول، يعني زي ما هي كبيره كده اروح ارسمها بالطول. واشيل برضو اللب بتاعها. كل ده بالمعلقه مش بالمقوار. تمام. تمام. واحشيها برضو. اوكي. نعمل كده. ممكن تقلبي لنا ايوه الصوص بتاعها. عشان بس ايه ما يعملش مننا. في بقى ليكي بقى فيك عندك حاجه من اتنين. ممكن تحط لها كريمه، انا مش هدخلها الفرن كده. ممكن تحط لها كريمه زي البشاميل بتاع المكرونه. بالظبط. وممكن تحط لها صوص احمر. عندك ده وعندك ده. بس بما ان احنا بقى طول الشهر بقى بنعمل مكرونه وبنعمل مش عارف ايه، قلت نعملها بصوص ايه؟ ابيض النهارده. لا صوص احمر. النهارده هنحط بصوص الاحمر. وانا هعملها بصوص احمر النهارده. تمام. اوكي. كفايه بشاميلات. انا بقول لك طول الشهر بقى ايه بنعمل في مكرونات ما احنا قلنا كمان يعني احنا ممكن نحط لها ده وممكن نحط لها بنحط ده زبادي وده ولبن. وزبادي ولبن. اي حاجه انت برضو اي عايزاها. حاجه ممكن على الوش ده كله بيديها طعم جميل جدا. طبعا. يا اما تحط لها الصوص الابيض او الاحمر او الزبادي ولبن على الوش، وده بيبقى جميل برضو في كل الاحوال. ماشي. ادي الطماطم. ده صوص طماطم. انت هنا بقى مجرد طماطم طماطم مغليه مسبكه عاديه جدا. فلفل اسمر. اوكي. ملح خفيفه بس بشويه ميه عشان انا عايزاها ايه خفيف. تستوي. هتستوي خلاص، هي كده هتستوي. تمام. انا عارفه. ندخلها الفرن. هات سنه ملح كمان. هندخلها الفرن يا دوبك. هي كل حاجه مستويه يا دوبك لايه. ممكن نحط لها بقى قبلها بقى نحط شويه جبن كده ندلعها. ايه رايك؟ طبعا. يعني لازم شيف هندي يدلع لنا الاكل يعني. نعملها كده. تمام. بس ايه يعني تديها تطعيمه حلوه. اكيد. تمام.
وكمان ولادنا بيحبوها قوي بالجبن. يعني لما بضيف الجبن الولاد بيحبوها بياكلوها جدا، بياكلوها جدا، بتبقى متاكله بالنسبه لهم. ودي على فكره واحده من الطرق الجميله قوي اللي بتخلي اولادنا ياكلوا الخضروات، لان يمكن احنا لما بنعمل خضروات كده لوحدها مش بيحبوها. لا، لكن لما تعملها نعملها لهم كده كده معاها هياكلوها. باللحمه هياكلوها. المفرومه او حتى محشي عادي عادي هياكلوه. هياكلوه. كوسه بالتحديد، يمكن كتير من اولادنا مش بيحبوا الكوسه. تمام، هندخلها بالظبط. احنا عملناها بس كده تمام. والشاي احمر بس، مش هنحطها برضو في الفرن والشاي احمر. تمام يا شيف. ماشي. طيب. نلم بقى حاجتنا دي. احنا ايه سلطتنا النهارده؟ سلطه عاديه خضراء جدا، العاديه المصري بتاعتنا. تمام. هنعمل النهارده سلطه خضراء على السفره، ودي بتبقى من الاكلات الجميله اللي مليانه يعني فوائد للجسم كله، وبالنسبه لنا كمان بتخفف على المعده شويه. من ضمن اكلات رمضان بتبقى محتاجين حاجه كده مع الاكل بتبقى خفيفه وتساعد على الهضم. بصي احنا دلوقتي انا بقى عندي بانيه من امبارح هعمله. هنعمل بقى البانيه كمان. عندي بانيه من امبارح هعمله. عندي مثلا حبه بقى مني حبه لحمه، وعندي حبه جلاش نعمل جلاش. تمام. صح. تمام. نعمل حاجه جلاش، ممكن نعمل صينيه جلاش صغيره. صغيره كده. ممكن نعمل بانيه كمان. طب النهارده اللحوم هتبقى معانا فراخ بانيه، ومعانا فراخ مشويه طبعا حطيناها في الفرن تشوي. رمضان عايز مشاوي على طول، عايز نواشف، عايز حاجات زي كده. تيجي تقول لهم نعمل لكم مثلا بسله ورز لا طبعا نعمل لكم صينيه بطاطس. لا، مستنيين. انا عندي الحاجات الخفيفه. عندي حتى مستنيين رمضان عشان الحاجات دي. اكيد. يقول لك انت طول السنه لا 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 لا، يبقى هو رمضان ده بتاعنا. اكيد. ماشي. نستغل بقى ايه، احنا كده حطينا زيت على النار، نقلي ايه قطعتين بانيه كده، وانا عندي جلاش نستغله. وعندنا حبه لحمه، وعندنا جبنه. ماشي. عندنا طاسه صغننه حلوه كده. بصي بقى احنا هنجيب دي كده، نفتحها ادي كده ايه لفه الجلاش. تمام. انا عندي صينيه صغننه، هتعرفي تعمليها ازاي؟ هنقطع على قد الصينيه. على قد الصينيه. تمام. ناخدها كده. احنا كده خدنا ايه اهي، مقاس الصينيه وبقطعها. بس. وده بقى نلفه هنسيبه بقى عندنا في اي وقت. لاي وقت انت عايزاه. هتعملي بقى كنافه جلاش، هتعملي ام علي، هتعملي اي حاجه، تعملي سمبوسه، اي حاجه دخليه كده وتشيليه. ولو دخلتيه الفريزر وخرجتيه ما تحطوش تاني في الفريزر. اكيد. تعملي حسابك ان انت تستعمليه على طول. يعني انا لو طلعته النهارده من الفريزر، يعني انا مش جايباه النهارده، لو انا جايباه النهارده وخلاص استعملته مره ممكن احطه في الفريزر. انما لو انا حطيته في الفريزر خلاص بطلعه هعمله النهارده. لازم اعمله كل الاصناف اللي انا عايزاها من الجلاش. لازم اعمله النهارده. تمام. تعالي بقى ايه ناخد بقى حبه سمنه كده. احنا عاملين بيها ايه خليط التوريق اللي قبل كده، زبادي او لبن، سمنه وبيكنج باودر. نحط البانيه. طبعا احنا كلنا عارفين البانيه. هنحمر البانيه. سيبي لي انا احمر لي كده البانيه لغايه ما انت ايه تعملي الجلاش. ماشي. ناخد بقى ورقتين البانيه زي ما اتعودنا، زي ما قلنا. هي كمان الشيف عملت لنا لا عايز يسخن شويه ماشي، خليه يسخن شويه كمان. البانيه سهل جدا. تمام. وقلنا هي قالت لنا النهارده فكره حلوه جدا من العيش، ان احنا العيش خلاص بات عندنا يومين، بدا ينشف شويه، هبتدي ابشره. هيديني بقى البقسماط التخين شويه اللي نستخدمه. البقسماط ده بيتباع في السوبر ماركت غالي جدا طبعا، عشان الكيرفز بتاعه يعني خشن. بالظبط. هيديني بقى البقسماط الخشن شويه اللي احنا بنحبه كمان في البانيهات عموما. بيدي سمك للبانيه كده وبيبقى جميل قوي. مش عايزه ممكن في بيتباع خلطه مقرمشه جاهزه تجيبيها، اللي هي الناشفه القوي اللي هي بتاعت الفراخ المقرمشه، بتجيبيها من عند العطار وتطحنيها، هتديكي طقم وانت بتاكلي كده الخشن قوي. تمام. ففي 100 طريقه وفي 100 ايه حاجه للبانيه. ممكن تشوحيه، مش عايزه هي كده خلاص اهي. تمام. ممكن تشوحيه، ممكن تعمليه كوردون بلو رول وتلفيه وتحطي فيه اللحمه او الخضار اللي انت عايزاه.
تمام. تمام. ادينا اهو ناخد سمنه، التوريقه بتاعتنا زي ما اتفقنا، الزبده وزبادي او لبن. اهم حاجه البيكنج باودر، ده اهم حاجه، هو اللي هيخليهولك ايه فانش معاكي كده ومورق وحلو. ناخد كمان ورقه، نحط اللحمه اهو، اللحمه ننزل باللحمه. احنا كده ما بنرميش اي حاجه اهو. بقى معانا لحمه، عملنا ايه صينيه جلاش والخضار كمان. انا بحب على فكره ادخل الخضار في بصي في كل حاجه طبعا، لان اولادنا على يعني بنحاول ناكلهم الخضار دايما، ما بيرضوش الا، فهي دي الطريقه اللي انا بوصل لهم بيها فوائد الخضروات، ان انا احطها لهم. وسبحان الله ما اعرفش ليه ما بيعرفوش وهم بياكلوا اللحمه المفرومه، بحطها لهم جوه زي ما قلنا الكوس بالظبط. الكوسه بشوريها واحطها بالظبط كده، وادي اهو كده. نحط دول كمان، نحط واحده كمان كده، نلف دي بقى نعملها لجوه كده. ولو راح عند حد، على فكره الاطباق اللي انا شغاله بيها دي حلوه قوي، لو راح عند حد وعملتي له حاجه وخدتيها معاكي، عارفه هيحبك قوي عشان مش هيحس معين. انا بحب على طول اي حاجه في الفرن، الاطباق دي شغاله بيها على جميع الاحكام. عشان البانيه خدي اهي يلا ماشي. نقطع كده بس تمام. كنافه لسه ما احمرتش، لا تاخد وقتها، مش مشكله، بتاخد وقت. قطع كده. طيب احنا كده خلصنا ولا في حاجه ثانيه هنعملها يا شيف؟ لا كده طيب في عصير بقى. لغايه بقى هيبقى العصير معانا ايه النهارده؟ عامله عصير فراوله، الموسم طبعا مليان فراوله، احنا في موسم الفراوله، فما ينفعش ما يعديش الا لما نعمل ايه عصير الفراوله. عصير الفراوله. وطبعا لو عندنا بقى احنا مخزنين بقى مانجا، مخزنين برتقان، الحاجات الجميله دي، ممكن نعمل العصاير بتاعتنا. ايوه طبعا، ونحطها مع سفره رمضان، لان سفره رمضان بتجمعنا على كل حاجه حلوه احنا بنحبها. على فكره كمان ممكن واحنا بنعمل الخشاف نزود له عصاير البرتقان او الفراوله، بتديله طعم حلو قوي. ممكن نحط له كل انواع الخضار. ده الجلاش كده خلص اهو. خش الفرن كده ونقطعه طبعا. مقطعناه وكله تمام، وهندخله الفرن لغايه بقى ما نخلص البانيه. وشيف هند تخلص لنا العصاير. العصير انت بتحطي عليه اي حاجه ولا لا بنحط الفاكهه؟ ممكن احط عليه بنجر، طالما احنا في موسم البنجر يبقى احط عليه بنجر. ممكن فراوله مع البنجر، بيبقى حلو قوي. تمام، وبتضربيهم مع بعض. طب لغايه ما انت هتخلصي لنا السفره ناخد فاصل. وطبعا في شهر رمضان كلنا بنشتاق للخياميه، كلنا بنحاول ان احنا نجيب في بيوتنا اجزاء ولو صغيره جدا من الخياميه، نستعملها بقى كمفارش، نستعملها حاجات نعلقها، الزينه اللي بتبقى معموله على نفس شكل الخياميه. والخياميه يعني هي نوع من التراث اللي بيجمع فعلا ما بين الجمال والاصاله. والنهارده هنتعرف اكتر على الخياميه من خلال فقرتنا دي اللي هنتكلم فيها ايه هي الخياميه وامتى كان بدأ تاريخ الخياميه في مصر. ودلوقتي مع بعض رجعنا للشيف هند السيد. شيف هند خلصتي تقريبا، احنا بدأنا نرتب السفرة اهو. احنا شايفين انها خلصت البانيه اهو، طبق البانيه قد ايه جميل. والفراخ البانيه على فكرة من الحاجات المحببة جدا في شهر رمضان، لانها بتبقى خفيفة جدا على المعدة، واطفالنا طبعا كلها بيحبوها. ويا سلام بقى لو احنا كمان حبينا ان احنا نعملها اشكال خاصة بالاطفال هيحبوها جدا. بالقطاعات بتاعتنا ممكن نقطعها اي اشكال اطفالنا بيحبوها. كنافه. احنا هنا كمان خلصنا الفراخ المشويه، وهتقول لنا بقى تريكات شوي الفراخ يا شيف هند.
طبعا احنا هنا بنحط السكر بتاع الكنافه، واحنا قلنا هنا هنبقى حاطين كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، ونعصر عليهم ليمونه. وهنبتدي كمان ان احنا نحطهم وهم هيكون الكنافه بردت، نبتدي نحط لها السكر وهو سخن، او الكنافه يعني السخنه يبقى نحط لها طلعت كنافه سخنه اروح حاطه لها بارد بقى، اكون انا بردت الصوص بتاعها. تمام. شوربه الكريمه طبعا من الشوربات المحببه جدا برضو لاولادنا، واحنا قلنا يا اما هنحط الشوربه وهنجيب لها الكريمه من بره، يا اما احنا هنعمل الدقيق بتاعنا اكن احنا بنعمل بشاميل، وهنزوده هنا قشطه، وهنزوده حته زبده، وهنحط له مكعب مرقه. الكوسه دي الكوسه بقى المحشيه اللي احنا دخلناها الفرن دلوقتي، طلعت قد ايه شكلها برضو جميل جدا. زي ما قلت لك ممكن واحنا قلنا هنحط على الوش يا اما زبادي ولبن او قلنا هنحط الصوص الابيض او الصوص الاحمر، وهي هنا عملناها بالصوص الاحمر تغيير. وطبعا الجلاش احنا قلنا هنقول تريكات بقى الفراخ المشويه. الفراخ المشويه بس نجيب اهي خلاص طلعت تمام. الرز المعمر بتاعنا الجميل طبعا هنا خد الوش بتاعه احمر وبقى جميل. الف هنا وشفا. برضو من الاكلات اللي الناس كلها بتحبها. في ناس بتحب تحط بلح في الرز المعمر، وده طبعا بيديله طعم جميل قوي. بلح؟ ايوه بلح التمر بتاعنا وحادق مع الرز المعمر. مسكر؟ لا، بتحط بلح مسكر مع الرز المعمر. الحادق بيسكروا شويه بدل ما تحطي شويه السكر اللي انت بتحطيه. لا انا ما حطيتش عليه سكر. ساعات الناس بتحب تسكره. لا دي جديده برضه. لا جربيها هيعجبك قوي. تمام. برضه بيديله طعم حلو قوي. احنا قلنا هنقول تركات بقى الفراخ المشويه. يا ستي الفراخ المشويه احنا بنجيبها وبنغسلها ومحلول النقع تمام، وبنقطعها او سليمه زي ما انت عايزه. انا بعملها هي كل طرق صح. عارفه انت لو جبتي التوابل زعتر، بهارات فراخ، ملح، فلفل، 7 بهارات والكلام ده كله، والفراخ ودعكتيهم بيها وعصره ليمون صح، هتطلع حلوه جدا. فكل الطرق صح، بس انا طريقتي هتزودي لها زبادي هيبقى حلو جدا، وهيخليها برضه هتزودي لها لبن رايب يبقى حلو جدا. مش هتحطي خالص براحتك، ممكن تعمليها بالصويا صوص والدبس الرمان حلو. بصي كل الطرق صح، بس كل واحد بيفرق عن التاني بالتكه بتاعته. بالظبط. انت بقى بتحبي تعملي لها البصل المضروب في الخلاط مع قرن الفلفل. فلفل بصي حتى اللحمه المفرومه لما باجي اعصرها، سوري، لما باجي اعملها كفته بضرب يعني بحط لها بصل، بس بصل مش كتير، بصلايه متوسطه او 2 متوسطين على الكيلو. لازم اضرب معاها القرن الفلفل الاحمر الرومي الحلو ده. بصي السكاره بتاعته بتخلي لك اي حاجه فيها بروتين منتهى الجمال. اكيد. بس مع التوابل العاديه انا ما بكترش توابل كمان في الاكل. ما بكترش ملح وفلفل. لو لحمه بحط بهارات لحمه، لو فراخ بحط بهارات فراخ وبس. طيب احنا عايزين نقول برضو ان شوربه الكريمه احنا ممكن نزودها كمان حاجات حلوه جدا. ممكن نحط لها الجبن بتاعتنا اللي احنا بنحبها على الوش. طبعا طبعا طعم حلو جدا. الشيدر اللي انت عايزاه، جبنه كريمي سايحه بملح خفيف. بالظبط. كل ده بيخلي، وطبعا بيديها قيمه غذائيه اعلى. كل الاكلات بتاعتنا بقى، السلطات بتاعتنا احنا ممكن ان احنا ننوع في رمضان السلطات. يعني ممكن نعمل سلطه البنجر. سلطه البنجر احنا مجرد بس ان احنا بنسلق البنجر، بنحط عليه بعد كده الليمون، ده بيبقى طعمه حلو جدا في رمضان. ممكن تعملي الغذائيه عاليه جدا. احنا قلنا ممكن نعمل سلطه حابه تعمل لنا سلطات ايه كمان؟ ممكن الجزر تعملي نفس طريقه البنجر. يعني الجزر تجيبيه وتسلقيه وزي البنجر ما بتعمليه، وتحطي عليه الليمون وتحطي عليه البصل بالظبط نفس الطريقه. جزر بس يعني ما هوش اي اضافات. بالظبط. زي البنجر حلو جدا جدا لما يكون مسلوق. برضه من السلطات. طبعا الخضروات كلها بتنفع للسلطات. طبعا احنا خدنا سلطه
الفاصوليا الخضراء، ممكن فاصوليا بيضاء، الفاصوليا فاصوليا حمراء، البيضاء. حمص. احنا ممكن نحط الفاصوليا كل الخضراء البقول. والفاصوليا البيضاء، بتديها بيبقوا طعمهم حلو جدا مع بعض. بزود عليهم الليمون وشويه زيت زيتون، وبزود عليهم ممكن احط عليهم بصل مقطعاه شرايح رفيعه جدا. كل دي انواع سلطات، ومهم جدا طبق السلطه على سفره طبعا رمضان. والبقول ف- خطيره في السلطه بصراحه. طبعا. قولي لنا بقى سلطات انت من عندك للبقوليات. الحمص، الذره، الحمص طبعا من الحاجات والذره المحببه قوي. مش الذره طبعا حلو طبعا جدا. يعني أيوة. بصي كل انواع السلطات حلوه جدا يعني والخضار في انت ممكن تدخلي التين البرشومي سلطته حلوه. انا ما أنت جربتوش. لا ده لا بيتعمل لا ازاي بقى؟ ادينا بقى بصي، التكايه. عندك سلطه الفراوله، سلطه مانجا، سلطه التين برشومي، سلطه البطيخ. دول بيتعملوا ازاي؟ بتعملوا ازاي؟ حادق، انت ما بتحطيش سكر. ايوه انت بتعملي المكون بتاعه بيبقى عباره عن ايه؟ بصل وكزبره خضراء ماشي وفلفل وعصره ليمونه مع الثمره اللي انت هتحطيها، معاهم جبنه اللي هي الملح خفيف، سواء بطيخ سواء مانجا سواء فراوله او تين برشوم. بصي ويتقطع مع جبن ملح خفيف ومعاها البصل ومعاها، وتقطعي قطع الفاكهه وتحطيها على الوش. بصي بتبقى انا ما حلوه جدا. جربتهاش لا بس لا هجربها. واكيد دي كلها اصناف هتنفعكم في شهر رمضان، لان طبعا شهر رمضان بيبقى فيه عزومات، بيبقى فيه ضيوف عندنا دايما، بيبقى فيه حتى موائد رحمن احنا بنحب نشارك فيها باكلات حلوه من بيوتنا. فكل ده بنعمله في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تكون سفره النهارده عجبتكم، حلقه النهارده عجبتكم. نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم، لكن بكره معاكم اسره جديده من خلال البرنامج. الى اللقاء.